اول شيء اليوم احنا في هذه الايام هذه غادي نحتفلوا بالذكرى ال50 ديال المسيره الخضراء، الذكرى اللي غاليه على جميع المغاربه. وبهذه المناسبه كينظم النادي الملكي للدرجات الناريه الطواف الدولي ديال المسيره الخضراء في الدوره ديالو 13. هذه السنه عندها صبغه خاصه بحيث جميع المغاربه غادي يحتفلوا بهذه الذكرى ال50، ونتمنوا ان شاء الله يكون شي خبر مفرح ان شاء الله من انهاء هذا الملف ان شاء الله الرحمن الرحيم. اليوم جينا لهذه المعلمه الدوليه، هذه المعلمه اللي شهدت على الكفاءه ديال اليد العامله المغربيه، وجبنا معنا اجانب اللي مشاركين معنا في هذا الطواف باش يزوروا هذه المعلمه. شحال هما؟ عندنا 24 انفيتي اللي جو كاين من الامارات، من سلطنه عمان، كاين من السعوديه، من الاردن، من قطر، عندنا الناس اللي جونا من المكسيك، فرنسا، عندنا بلجيكا. غدا ان شاء الله كاين الانطلاقه يوم 31 ان شاء الله. غدوزو منين؟ غادي نمشيو ان شاء الله من الرباط الايطاب الاولى لاكادير، المرحله الثانيه اكادير قلميم، ثم اكادير العيون غادي ندوزو لبوجدور ثم الداخله. Pues pienso que está muy bien hecho y que de conocer a los marroquíes veo que pues les gusta hacer las cosas muy bien, tienen buena organización, administración y pues hasta de ver los resultados en el fútbol de que ganaron, pues yo veo que hacen las cosas muy bien. Tengo tiempo conociéndolos con el asunto de las motocicletas y la verdad pues yo lo aplaudo, lo felicito, que lo hacen muy bien. Tener contacto con los marroquíes es muy agradable. O sea, no he visto ninguna falla de ningún lado, la verdad, el estadio, la personalidad en general es muy bien. On va faire le trip من القويرة إن شاء الله، من الرباط إلى القويرة. Voilà. À quelle occasion? À l'occasion de المسيرة الخضراء, surtout le 50e anniversaire de المسيرة الخضراء qui est mémorable. Et سميناها la route 75. Pourquoi? Parce que المسيرة الخضراء كانت في 1975. بالنسبة للعلاقات بين السعودية والمغرب لا يمكنني أن أشرحها ببعض كلمات فقط. علاقات قديمة منذ الزمن، نحن أشقاء ونحن عرب ونحن مسلمون. فأنا سعيد جدا وفرح لكوني أشارككم في هذه المسيرة الخضراء. أنا فخور جدا. والله هذا تشريف لنا أن نحن نحضر المسيرة الخضراء في المملكة المغربية، هذا طبعا شرف لنا وقبلنا الدعوة منكم. ونحن كدولة الإمارات والمملكة المغربية طبعا علاقاتنا قديمة ومتينة. والله شوف كأس العالم مش للإماراتيين، كل العرب فرحوا فيها. يعني في الإمارات صارت مسيرة، صارت احتفالات، صارت على فوز المنتخب المغربي للشباب. وبإذن الله أن كأس العالم للرجال راح تكون للمغرب على مستوياتهم البطلة.